ففي مثل هذه الليلة ليلة وداع أمنا الزهراء بعد 75 يوما من فراق أبيها، وبعد أن جرى عليها ما جرى من القام، بقيت نحيلة الجسد مقروحة الفؤاد تبكي على أبيها ليلها ونهارها، وهي تنادي ماذا على من شاف. النهاية بارك الله. ألا يشاء أما مدس صوتك وياي تحفظ صبت أي مصائب صبت على الأيام، قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وبكائي، ويلي 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 ويلي، وطبت دارها وظلت نحيلة، وجفن من المرض ما نام ليلة، تروح القبر ابوها وتشتكي له، وقبره على الزهرة يتغضم إلى أن دنا رحيلها، نظفت أولادها ثم ألبستهم جديد الثياب، وقالت لهم امضي اليوم بوحدكما لزيارة قبر جدكما رسول الله، فإني عليلة مريضة بعد أن خرج الحسنان كل يهمس للآخر، لماذا تأخرت أمنا هذا اليوم؟ دعنا نزور جدنا، نصل إلى أبينا فنعود إليها مسرعين يا أخي، فلقد استوحشنا من فراق أمنا. أما مولاتنا فاطمة فقالت لأسماء بنت عميس اسكبي لي ماء فإني أريد الصلاة ومناجاة ربي، فلقد دنا رحيلي، فكلميني بعد الساعة فإن كلمتك، وإلا فأنا راحلة إلى أبي. قالت حاشاك معاذ الله يا ابنة رسول الله. قدمت إليها الماء، اغتسلت، لبست ثيابها، صفت قدميها، صلت لربها، والله بعد الصلاة لم تنسكم من الدعاء، فصاحت إلهي بحق أبي محمد أين وشوقه إلي. أبن نحن عصاة، وكم من الإخوة موصيني أعطيني ورقة، وين يا أبو محمد؟ عندهم مرضى مستعصية أمورهم، يريدوا منكم دعاء. إحنا دعاءنا دعاء الزهرة إخواني الليلة، كل من أوصونا ما راح ننساهم والله. كم وكم يرقدون على الأسرة البيضاء، كم وكم طلبوا منا نحن في دموعنا على الزهراء الاستشفاء. أي نهاية المصاب؟ دعاء مستجاب. شو تقول؟ وشوقه إلي وبحق بعلي علي وحزنه علي إلى آخر دعاء. شو تريد؟ أن ترحم وتغفر للعصاة من أمتي أبي وشيعة بعلي وتدخلهم إلى الجنة. وبعد أن أكمل الدعاء تمددت على مصلاتها، وجهت بوجهها إلى القبلة. رجاء إخواني مني جزاكم الله خير، أتعبناكم هذه الليلة، لكن لكي تكملوا المعروف، ولا أقول معروف لأنه واجب علينا جميعا،
كما عشنا هذه الدقائق بالحسرة والأن والزفرة والبكاء ساعة فراق الزهرة رجاء الوقوف على أقدامكم لكي نعيش المصيبة كما نعيشها يوم 10 من المحرم، لأن الإمام المنتظر يراكم باكين ويراكم وأنتم بزفراتكم فيقضي حوائجكم. تمددت على مصلاها يا مدت يديها ورجليها أين المنادي وفاطمة وسيدتها عرق جبينها مدت عليها رداءها وجهت بوجهها نحو القبلة إلى عندنا رحيلها انقطع نفسها مالت رقبتها صح فاطمة وفاطمة وفاضت روحها. وراحت الزهرة راحت مهضومة شو تقول خلاص أبيات الدعاء انتهينا. صاحت شنو لأبيها رايحة أضماني غيب يا أبويا غيب دلاني دل يا أبويا دل صيح صيح صوتك أعلى حبيبي هضماني غيب يا أبويا غيب دلاني دل يا أبويا دل ريتك يا أبو يا حضرت لي بنتك شايع خبرها بس وسادوا بذل حيد عيني انطفى بصرها قصداني البيت الوادم وعيني بإيده سطرها بس حسبي يا ينبابي بس حسبي يا ينبابي برفسة ضلوعي كسرها بنتك بين الحايط بويا بشدة الطاغي عصرها المحسن سقط من عصرته المحسن سقط من عصرته وما انخرم صدرها سقطاني في بيتي هتكاني ينبابي هضماني يصيح هضماني يا ابويا دلوني يا ابويا اللهم صل على محمد وآل محمد. عندنا دعاء خاص لمريض يحتاج إلى دعائكم هالدقيقة جزاكم الله خير الجزاء وإن شاء الله دموعكم إن شاء الله لكم تشفع يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب
اسمك اللهم العزيز العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله، نقسم عليك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. إلهي بالزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل شافي يا رب كل مريض، لا سيما المنظور ونوصونا بالدعاء، من عليهم بالصحة والشفاء والعافية بجاه الزهراء أم الحسن، وفك كل أسير واقض حاجة كل محتاج. المؤسسون لهذا الاجتماع والاستماع تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم ولموتهم موت الحاضرين والعلماء والشهداء ومن مات على ولاية أمير المؤمنين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.